السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هعمل معاكم السمك المكاريلي بطريقة سهلة ان شاء الله هتعجبكم. جبت اول حاجة السمك بقى هو بنضفه معاكم. فانا شلت الزعنف اللي في الجناب كلها وقطعت الراس بتاعته وفتحت بطنه اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني طريقته في التنظيف سهلة خالص، ما بياخدش معانا وقت خالص. هعمل معاكم كمان واحدة اهوت. اهو شفتوا وانا بنضفه اهوت، بشيل كل الحاجات اللي هي في الجناب دي وبفتح بطنه اهو. وطول ما انا بنضفه كده على طول بفتح على الحنفية، وبردك هرجع اغسله معاكم تاني. هنا بقى بعد ما فتحته اهو كله، جبت الفرشة بتاعة تنظيف السمك دي. يعني حلوة اوي في تنظيف السمك الصراحة، بتشيل اي حاجة لازقة في السمكة كده ما انتش حباها، هي بتنضفها. بس السمك ده بالراحة يعني، وانت بتشيلي منه عشان دوت مش زي السمك البلطي يعني. يعني دوت يعني بيتهري على طول. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، هو اتنضفت لي السمك وخلطته ما فيش اي حاجه. هنا بقى بعد ما نضفته اهو، هبتدي بقى انا اغسله معاكم اهو. زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجه الغسيل بتاع السمك عشان ما يبقاش فيه ريحه اي زفاره. هنا عماله اشطف فيه بقى كذا شطفه كده، وهنقعه بقى في المحلول اللي انتوا هتشوفوه دوت. انا جبت شويه من الدقيق، وهعصر بردك عليه ليمون. اهم حاجه الليمون في السمك يا جماعه، بيضيع منه اي ريحه زفاره. هسيبه بقى مرقوع كده في الخلطه ديت شويه، وبعد كده برجع بقى ايه اشطفه تاني معاكم. هنا بقى بعد ما سبته اتشطف شويه بقى، رجعت تاني اهو. قصدي بعد ما سبته اتنقع شويه، رجعت تاني اهو شطفته معاكم. شايفين ما شاء الله بقى معايا قلبه زي القشطه اهوت، مفيش فيه اي حاجه خالص. هبتدي بقى انا اقطعه معاكم اهو بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. يعني في ناس بتحب تسيب السمكه سليمه زي ما هي، بيفتحوه من الظهر بتاع السمك. فاحنا عندنا هنا يعني بنحب نقطعه كده زي ما انتوا شايفين. بنقطع السمكه لو كبيره قوي على 3، وصغير يعني بنقسمها على 2 وخلاص. تعالوا بقى نشوف التتبيله بتاعه السمك. هنا معايا بقى التوم، مقشره كذا فص من التوم كده، ومعايا هنا ملح وكمون وشويه كزبره ناشفه. وهنا جبت بقى الفلفل، دون بقى فلفل بارد ما كانش حامي يعني. هبتدي انا اقطعه كده اهو في قلب الصلايه. ومعايا بردك قرن فلفل احمر. ومعايا بردك هنا عود كزبره خضرة، بتدي بردك نفس حلو قوي في التتبيله بتاعه السمك. ديت الخلطه اللي انا بعمل بيها اي سمك، سواء مقلي مشوي مكاريلي زي ما انتم شايفين كده. ديت انا بعمله بنفس الطريقه دي كده. هدق بقى كل الحاجات ديت وهرجع لكم تاني. هنا بقى بعد ما نعمتهم اهوت في الصلايه، هعصر بردك ليمون في الخلطه دي عشان ما بيخليش في السمكه ده ريحه زفاره وانتوا بتاكلوا. هتبل بقى كل السمكه اهو زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. لو انتوا بس سايبين السمكه سليمه، بتفردوها في الصينيه وبتضيفوا عليها التتبيله دي، وبتضيفوا بردك عليها الخلطه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. دي بقى المكونات اللي انا هحطها على وش صينيه السمك من فوق. بتبقى طعمها احلى من السمك والله ذات نفسه. يعني بنحب ناكلها كده مع السمك. هنا جبت كده يعني 3 طماطمات كده، اقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دون كده. عايزين تقطعوهم شرايح مكعبات زي ما انا بقطعها بردك اي حاجه، دي طريقه ودي طريقه. وهنا جبت بردك قرن فلفل اهوان بقطعه. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، متنسونوش بقى في اشتراك وفي لايك كده عشان القناه تكبر بيكم. ومعايا بردك البصل اهوت، همسكه واقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه دون كده. يعني طريقته سهله خالص والله، ما خدتش معايا اي وقت خالص. جربوه والله تعجبكم وطلعوا ان شاء الله احلى سمك. هنا كان فايت بقى معايا شويه من الخلطه بتاعه التتبيله بتاعه السمك، ضفتها بردك عليها كده، بتديلها بردك نفس حلو قوي وبتبقى طعمها حلو.
وهجيب بقى الصينيه هون، هنزل عليها اول حاجه بشويه زيت كده عشان خاطر السمك ما يلزقش مني في الصينيه من تحت، وهفرد شويه من الخلطه اللي انا عاملاها دي كده، وهبتدي بقى ان انا ارص السمك كده اهو في الصينيه زي ما انتم شايفين، وهضيف بقى على وشه الخلطه اللي انا عاملاها دي، وكده بقى يكون صينيه السمك كده معايا خلصت اهي. اهم حاجه بقى الليمون اللي انت بتضيفيه عليها ده، انا بحب احصر عليه ليمون كتير كتير يعني كده عشان بيخلي ريحته حلوه. وجبت بردك ليمونتين هقطعهم بردك شرايح بردك على وش السمك كده. هنا بقى كنت انا مسخنه الفرن عشان ادخله يستوي على طول. هجيب بردك شويه خل كده احطهم على وشه كده، وهجيب بردك شويه زيت هحطهم بردك على الوش كده، بيدي للسمك كده لمعه حلوه. وبكده بقى تكون انتهت معايا صينيه السمك عمايل، هدخلها بقى الفرن تستوي، لما تستوي هوريكم شكلها ان هي عامل ازاي. هنا كنت بقرب لكم الكاميرا يعني بوريك لكم شكلها، ما شاء الله يعني شكلها كانت تفتح النفس وحلو. وهنا هو بعد ما استوى وخرج من الفرن، انا بحب يعني اسوي وشه كده يكون محمر كده قوي. هنا هوريكم بقى هي من بعد ما استوت، بس انا مش عارفه امسكه الصراحه كان سخن، والشوكه برضك مش عارفه توريها لكم حلو، بس هو كان مستوي معايا هون وكان حلو والله. جربوا بقى الطريقه ديت هتعملوا ان شاء الله احلى صينيه سمك مكاريل. وبكده بقى يا حبايبي يكون فيديو النهارده انتهى، بس يكون بقى في رعايه الله وفي عنايته، واستنوني بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.